بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود عبد العزيز. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. الحلقة النهاردة بمناسبة التمرين في رمضان، يعني نتمرن ازاي في رمضان. هل نتمرن قبل الفطار أحسن ولا بعد الفطار أحسن؟ هو مش فارق قوي يا جماعة، وعلى حسب التعود. يعني في ناس متعودة تتمرن قبل الفطار وناس متعودة تتمرن بعد الفطار. بس أنا بنصح الناس اللي هي عايزة تخس، اللي هي تتمرن قبل الفطار أحسن، ويكون قبل الفطار بساعة أو ساعة ونص، يعني بحيث اللي هو يخلص التمرين من هنا ويروح يفطر من هنا. ليه الناس اللي عايزة تخس تتمرن قبل الفطار؟ لأن احنا طبعا في رمضان واحنا صايمين بناخد جزء كبير قوي من الطاقة بتاع جسمنا في الصيام، والسكريات والدهون والحاجات دي كلها بناخدها. فهو الجسم لما بيكون صايم بياخد اقرب حاجه ليه، اقرب وجبه انت اكلتها اللي هي وجبه السحور، بيفضل ياخد منها. فاحنا لما بنعمل مجهود بقى زياده، يعني فوق مجهود الشغل وفوق مجهود الحياه اليوميه بتاعتنا، نعمل مجهود زياده في التمرين، فبيضطر يكون خلاص المخزون قرب يخلص اللي هو بتاع السحور ده، فبيضطر ياخد من الدهون اللي هي موجودة في الجسم، الدهون القديمة اللي احنا ما بنعرفش نتخلص منها بسهولة دي، فبيضطر ياخد منها. فده هيبقى حاجة كويسة أوي الناس اللي هي عايزة تخس، بس يكون قبل التمرين، قبل الفطار على طول، يخلص تمرين ويروح يفطر، وما يروحش بقى يدبها ويقول لك لا ده انا تعبت ومش عارف. لا، ما يعني ناخد حاجة بسيطة كده، زي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ناخد شوية بلح مثلا او شوية شوربة او شوية سلطة، ونقوم نصلي المغرب، وبعد كده نبتدي بقى ناكل ايه حاجات بسيطة، وبعد التراويح نبتدي الوجبة بتاعتنا الأساسية، عشان ما نتخنش. يعني ما تبقاش انت عملت حاجة قبل الفطار وتبوظها بعد الفطار او على الفطار. تمام. تاني حاجة، الناس اللي بتتمرن قبل الفطار ما ينفعش يتمرن حاجات عنيفة. يعني ما ينفعش يتمرن بأثقال تقيلة قوي ويعني ويكون مثلا في عز الظهر او كده، او مش قبل الفطار على طول. ما ينفعش مثلا يكون في بداية رمضان لسه ويخش على التمرين بقلب جامد كده ويخش فاتح صدره. لا، واحدة واحدة لغاية ما جسمك ياخد على الوضع الجديد اللي هو وضع الصيام، ونتمرن حاجات خفيفة قوي. ده للناس اللي هتتمرن ايه قبل الفطار، ويحرص قوي، عشان خاطر السوائل لما بتقل من الجسم مرة واحدة بيحصل هبوط وبيحصل مشاكل. فاحنا مش عايزين المشاكل دي، نحرص قوي نخلينا قبل الفطار على طول، نخلص تمرين نتوكل على الله نروح نفطر على طول. تمام. نيجي بقى للناس اللي هي بتتمرن بعد الفطار. الوقت المسموح بيه امتى؟ مش قبل ساعة من بعد الفطار، وبرضه ما دبهاش جامد. يعني ما بقولش انا صايم طول النهار بقى واخش ادب اخلص الترابيزة كلها، لا. ناخد حاجة خفيفة ونروح نتمرن ونظبط الدنيا، وبعد كده ده الناس اللي هتروح بعد ساعة، ممكن بعد ساعتين، ممكن بعد ثلاثة، ممكن قدامك لغاية قبل السحور مثلا بساعة أو ساعة ونص أو ساعتين. تمام. المهم بس إيه، من يعني خلي التمرين ما يكونش قبل السحور على طول، لان او قبل النوم على طول، لان برضو ايه هيعمل لك ارق. يعني التمرين بينشط شويه، بينشط الدوره الدمويه وبينشط الانسان، مش هتنام، مش هتعرف تنام. فخلي التمرين بدري شويه ايه عن النوم، يعني مثلا قبل النوم بتاعك بساعتين ولا حاجه. وخلي بالك نعوض، سواء الناس اللي هتتمرن بقى قبل الفطار او الناس اللي هتتمرن بعد الفطار. حاولوا يا جماعة تعوضوا السوائل اللي بتنزل مننا اثناء الصيام واثناء كمان التمرين. احنا هنا نزود عليها تمرين ونخش واحدة واحدة في رمضان، في بداية رمضان، نخش واحدة واحدة في التمرين لغاية ما جسمنا بس ياخد على المجهود الكبير اللي هو بتاع الصيام ده. وبعد كده حتى الناس اللي بتتمرن برضو بعد الفطار تحرص برضو من الموضوع ده، ونحاول نعوض السوائل بقدر الإمكان. وربنا يتقبل مننا ومنكم إن شاء الله. رمضان كريم عليكم جميعا، وأتمنى لكم كل الصحة وكل السعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.